قرية الوادي الأزرق قرية كردية تتبع إداريا لمحافظة اللاذقية منطقة جبل الكرد أو جبل الأكراد، وتبعد عن مركز بلدة سلمى حوالي 3 كيلومتر. عدد سكانها حوالي 300 شخص يعملون بالزراعة وتربية المواشي، والقرية عائدة لعائلة فاتو. كل سكانها كرد، لكنهم فقدوا لغتهم الكردية منذ نهاية العهد العثماني، حيث كانت جمعية الاتحاد والترقي تحارب اللغة الكردية في الجبل، وجاءت بعدها الحكومات السورية المتعاقبة الشوفينية أكملت مشروع جمعية الاتحاد والترقي، ففقد أهلنا في الجبل لغتهم الكردية. من عشائر الجبل موشان، عوجان، شيخان وكيخية. موشان أي أنهم بالأصل من مدينة ومنطقة موش في شمال كردستان بين قوسين تركيا. أما شيخان فالجميع يعلم فهي قبيلة كبيرة ومنتشرة في كثير من المناطق. أما كيخية فهي مؤلفة من مقطعين كي وخية. كي بمعنى الكبير ذو المكانة العالية، وخي أو خو الشمس، بمعنى أن هذه العشيرة كانت تسمى سابقا بإله الشمس أي كبير الشمس. الكثير من قرى جبل الكرد أو جبل الأكراد في قسم اللاذقية تعرض للقصف الهمجي من قبل قوات نظام الأسد، لذلك تم تدمير الكثير من قراهم وهم بحاجة إلى مساعدات عاجلة. لذلك أناشد حكومة إقليم كردستان والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بمساعدة أهلنا في الجبل وإعادة بناء قراهم من جديد. وصلتني هذه المعلومات من أحد أبناء منطقة جبل الكرد أو جبل الأكراد، وأنا ألقيها بصوتي. أنا علي عبد الله كولو، محام من منطقة ترباسية. أتمنى كما يتمنى كل الكرد الناطقين بالكردية أن يتعلم أهلنا في الجبل لغتهم الكردية، وأن يعلموها لأولادهم، وأن يسموا أولادهم بأسام كردية، فلغتنا الكردية هدية من الله كباقي اللغات، وعلينا أن نتعلمها. دمتم أهلنا في قرية الوادي الأزرق.